بسم الله الرحمن الرحيم. المحترمون والمحترمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا محدثكم أحمد شريف، ودوما أرجو لكم أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا في أمان الله وحفظه. هذه هي الحلقة رقم 168 في برنامج مع اللغة العربية. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نفتتح البرنامج ونختتم به، وأرجو أن تكونوا مستفيدين من حلقات هذا البرنامج. نحيي مشاهدينا الكرام داخل الوطن العزيز وعلى امتداد العالم. في برنامج مع اللغة العربية أقول: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. نزلت في ظل نفسي وتمشت في دماها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها، لغة الأجداد هذه رفع الله لواها. شكرا للشاعر العربي الكبير. في برنامج مع اللغة العربية كما قلت دوما نرصد ما يصدر من كتابات في المكتبة العربية الإريترية. قبل أيام أهداني أحد الزملاء، وهو الأستاذ محمد جمع حوار شيك هنا في أستراليا، أهداني هذا الكتاب تحت عنوان الشامخات، سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات سهير قندفل. سهير قندفل هذه هي الكاتبة، نحييها، وهي بنت الشهيد المناضل قندفل. قندفل طبعا معروف ببطولاته، وكان أحد أبطال جيش التحرير الإريتري. الشامخات رصدت أختنا سهير. أولا نحييها ونشكرها على هذا الإنجاز، يعني هو إنجاز في صميم ما تفتقده المكتبة العربية الإريترية. رصدت مجموعة من المقاتلات، المناضلات، الأمهات الجسورات الثابتات على المبدأ، وأجرت معهن لقاء مباشر أو عبر الهاتف. طبعا المسألة ليست بالأمر السهل أن تجري مقابلات في أوطان وفي مدن ومناطق مختلفة هنا وهناك، ليس أمرا سهل. والأمر الأصعب أكثر أن تنشر ما وثقته، يعني عملية ليست بالأمر السهل. انظر إلى هؤلاء المقاتلات، آه، مجموعة من جيش التحرير، كلهم في ريعان الشباب. آه، تعكس صورة من صور الحياة التي عاشتها المقاتلة الإريترية. أنا قبل أن أستعرض ما في هذا الكتاب من محتويات، أولا نتقدم باسم كل المشاهدين وباسم هذا البرنامج للأمهات الإريتريات اللائي قدمنا الغالي والنفيس في مسيرة كفاحنا المسلح، وفي نفس الوقت ما بعد 91. وعندما أقول ذلك أكرر دوما أن الثورة الإريترية لو لم تقف معها المرأة الإريترية، الأم والزوجة والأخت والبنت كذلك، ما كان انتصارا لهذه الثورة بعد الله سبحانه وتعالى. فقد هيأ لهذه الثورة أن تكون الأم هي التي أول توافق المرأة بشكل عام، هي التي أول لا تعترض على أن يلتحق الرجال بصفوف الثورة لتحقيق حرية وكرامة هذا الشعب. ونحن مأمورين في ديننا الحنيف أن كل من مات في حماية أرضه وعرضه ودينه وشرفه فهو شهيد. لكن كان للمرأة أن تعترض على هذا. فصحيح ليس كل الرجال الذين خرجوا من بيوتهم والشباب الذين خرجوا من بيوتهم خرجوا بمباركة أمهاتهم أو أخواتهم أو خالاتهم وعماتهم وما إلى ذلك، لكن
يعني هناك من خرج متلبسا، وهناك من خرج بمعرفة الأم أو الزوجة وما إلى ذلك. لكن كثير من الذين التحقوا بالثورة في البدء كانت الدوافع والمحفزات والدعوة إلى الالتفاف إلى الوطن وما إلى ذلك، كان للمرأة في المنازل وفي البيوت الدور الكبير. بل أبعد من ذلك، كانت البيوت داخل إريتريا حتى خارج إريتريا في السودان وغيرها، يعني هي الأسرار وهي الصناديق السرية للاحتفاظ بالمعلومات. والمعلومة قوة، ولولا جسارة المرأة واحتفاظها بالأسرار، أسرار ثورية، أسرار بتحركات الجيش هنا وهناك، الاحتفاظ بالمناشير وتوزيعها داخل المدن، والالتحاق كذلك أو زيارة السجناء في سجون العدو داخل المدن وخارج المدن، كذلك التنقل بنقل حتى الأسلحة من مكان إلى آخر. والمرأة طبعا بحكم أنها المرأة الإريترية محتشمة ولابسة ثوبها ما أمر به الدين، ف يعني تلبس الثوب وما إلى ذلك، وبإمكانها أن تدخل أشياء وتخفي من الأسلحة وما إلى ذلك. بل هناك من الأخوات والأمهات اللائي كن ينقلن القنابل المتفجرات، يعني في قفف يعني، وسلات، يعني وهي ماسكاها كده وداخله بها مناطق. فالمرأة الإريترية طبعا تاريخها ناصع جدا في كفاحنا المسلح، ونحييها من هذا البرنامج. إلى أن شكلت المرأة كما تقول المعلومات ثلث الجيش، تحديدا الجيش الشعبي الذي دخل أسمرة، والجيش الشعبي هو امتداد لجيش التحرير. نحن لا نتحدث سياسة اليوم، نتحدث تاريخ. والتاريخ طبعا لا بد أن يتحدث عنه بأمانة مطلقة. فالجيش الشعبي يقول إن ثلث الجيش كان من المرأة المقاتلة، وهي التي عملت طبيبة وممرضة، وفي نفس الوقت يعني سائقة للشاحنات الكبيرة التي تنقل الإمدادات والمؤن. يعني أنا دائما أقرأ وأشاهد التاريخ، وجسارة المرأة الإريترية حقيقة يعني قد يكون نادر في التاريخ العالمي، يعني بما قدمته هذه المرأة من دور وبطولات. يعني هل وجدت ما تستحق نتيجة لتضحياتها ومثابرتها وصبرها وجلدها؟ هذا عنوان آخر لا نخوض فيه حتى لا نقع في حبائل السياسة يعني. لكن الواقع يتحدث بنفسه. ولكن نحن في هذا البرنامج نرصد الإصدارات العربية، لأن جزء من دعم هذه اللغة هو الإصدار بالعربية. فلذلك أنا أحيي أختنا العزيزة سهير قندفل، وأترحم على والدها البطل الذي يعني استبسل في ساحات الوغى أيام الكفاح. له الرحمة ولرفاقه وللرعيل الأول من كفاحنا المسلح. سهير أنا أخبر فيها جهدها الوطني ومثابرتها، وفي نفس الوقت همتها الوطنية. فهي من مواليد مدينة كسلة شرق السودان، خريجة علم نفس، ناشئة في مجال أو ناشطة حقيقة في مجال حقوق الإنسان. سقطت لماذا لا أدري. المهم هذا هو التعريف المختصر عن الكاتبة يعني، وهي صحفية. طبع هذا الكتاب من دار النسيم للنشر والتوزيع برقم إيداع. في المحتوى عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا إن شاء الله سنستعرض هذا الكتاب قدر الإمكان، لأنه أول يعتبر بالمناسبة من الكتب العربية النادرة
التي تناولت فقط نماذج. طبعا هذه النماذج للمقاتلات الإريتريات هي نماذج تعكس دور وكيف كان آه، مشاركة المرأة في النضال الوطني. في المحتوى الفهرس في هناك إهداء ومقدمة وإريتريا نبذة تاريخية. جميل أن عملت يعني نبذة تاريخية مقتضبة جدا وبتركيز شديد. أنا أحييها على تلك. اختصرت النبذة التاريخية لإريتريا في وريقات، يعني لا تتعدى 3 صفحات أو صفحتين وحاجة. ممتاز جدا يعني لمن لم يعرف إريتريا تاريخها وما إلى ذلك، فهذا شيء جميل. المحتوى بتاعت الكتاب في القسم الأول اللقاءات المباشرة. هذا الكتاب يحتوي على لقاءات مباشرة ولقاءات غير مباشرة. في وحدات يعني لقاء مباشر فيس تو فيس كده، ولقاء عبر الهاتف أو كما سنرى في المحتوى. من اللقاءات المباشرة التي أجرتها الأخت العزيزة سهير جندفل. المناضلة طبعا أنا يعني نحفظ للمقامات لكن سأذكر أسماءهن. السيدة المناضلة سعدية محمد، وتعنون لكل يعني مناضلة يعني تديها رمزية وتديها صفة ممتازة جدا. وأنا عندما قرأت الكتاب فعلا العناوين التي وضعتها يعني ليس كافية. عادة الناس يكتبون ويقول فلان مثلا ويتخطاه، لكن أختنا هي عندها حس صحفي وصحفية أعتقد كمان. وحقيقة أنا مرة تواصلت معها لاستعراض وحدي من تاريخ المناضلات الإريتريات، وهي الأخت العزيزة لها التحية رمانة صالح. برضو هي ضمن المجموعات الموجودة هنا في هذا الكتاب الهام جدا. فعنونت لي المناضلة سعدية محمد الشجاعة وسرعة البديهة. المناضلة نسريت كرار القوة والثقة. المناضلة جمعة عمر أول من حملت السلاح. هذا الكتاب بالمناسبة فيه معلومات ذات أهمية كبرى. آمنة عثمان أو آمنة عثمان القوة والبسالة. بخيت عبد الله مناضلة أم المناضلين. المناضلة رمان صالح الجرأة والجمال. المناضلة آمنة عواتي أو آمنة عواتي بنت الزعيم قائد الكفاح مفجر الكفاح المسلح حامد إدريس عواتي له الرحمة ولزملائه ورفقائه. آمن عواتي عن أبيها القائد وأمها تتحدث يعني. زفان ولد ميكائيل القوية الصامدة. هذه كانت لقاءات مباشرة. اللقاءات غير المباشرة فاطمة محموداي المناضلة رئيس أول خلية لاتحاد المرأة. المناضلة آمنة بخيت حدوة الذكية المتفائلة. المناضلة فاطمة محمد القوية الصامتة. المناضلة سعدية تسفو الفدائية الجريئة. هذه هي مجموعة الثائرات المناضلات التي رصدته لنا سهير جندفل، لها الشكر. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني 12 مقاتلة مناضلة وفي مختلف المواقع قدمت لنا صورة. ولذلك حقا لها أن تقول الشامخات سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات. وميزة هذا الكتاب أنه يتناول السيرة المبكرة في بدايات الكفاح. طبعا بعد هذه المجموعة رتل من الشامخات الأخوات والأمهات التحقنا بالثورة إلى أن شكلنا ثلث الجيش الشعبي يعني. فدي بدايات، ودائما البدايات صعبة يعني. البدايات نحن لماذا نكن كل تقدير واحترام لأولئك الذين بايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يعني، والعشر المبشرين بالجنة طبعا. يعني نضرب أمثلة و... والذين شاركوا في غزوة بدر الكبرى يعني مثلا
وفي الأثر موجود: أنا بدري افعلوا ما شئتم. يعني دائما البدايات هي الصعبة. وأولئك الذين من الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني أمسكوا وتمسكوا بدين الإسلام في ظروف صعبة زي الظروف الموجودة اليوم. يعني قريش وصناديد والعرب الموجودين على امتداد الجزيرة العربية، وهناك أمريكا القديمة، الروم والفرس يعني القوى العظمى وقوى الاستكبار كانت موجودة من زمان. يعني وبعدين في الخبراء والمنافقين والعملاء والجواسيس وما إلى ذلك. فأولئك الذين صمدوا وتمسكوا بشوكة الإسلام دفعوا الثمن الغالي. يعني من لا يتذكر سيدنا بلال رضي الله عنه وآل ياسر؟ يعني فدوا هذا الإسلام بكل ما هو غالي ونفيس. ولذلك البدايات دائما فيها تحديات، وقمين بنا أن نحترم كل التجارب البدائية أو في بدايات أي عمل. وهؤلاء النسوة كما سنقرأ، الثائرات، كما سنقرأ في سيرتهن، ستقف إنه فعلا قدمنا يعني ما يعجز عن وصفه أبلغ الكتاب وحتى الشعراء والذين يمتهنون فن الكتابة والصحافة. ولذلك حييها تحية جيدة أختنا سهير جندفل. تقول في المقدمة: ناضلت المرأة الإريترية بجانب الرجل في تكامل وتعاضد من أجل تحقيق الهدف والغاية المنشودة بتحرير كامل التراب الإريتري. وقد خلد تاريخنا الشفهي الكثير من الأدوار والبطولات لكفاح المرأة الإريترية، ولكنها ظلت طريقها إلى الكتب، فيما نال بعضها مساحة ضئيلة من التوثيق والتسجيل. اللغة ممتازة، يعني تقدمة جميلة. ومع الحكايات الكثيرة التي درجت عمتي على تكرارها، فكرت بتدوين قصتها. وفي مناسبة أخرى نشرت ما كتبت فوجد قبولا واسعا. من هنا أتت فكرة التوثيق لنضال النساء الإريتريات. في هذا الكتاب أدون ما أجريته من لقاءات ومقابلات شخصية وأخرى عبر الهاتف، وما جمعته عن طريق البحث عن سيرهن وتتبع أخبارهن، عن طريق الاتصال بأهل وأقارب النساء اللاتي ناضلن من أجل استقلال بلادهن، وشاركن في العمليات الفدائية، وساهمن في تحقيق مكاسب وانتصارات عظيمة، وقدمن تضحيات جسام في سبيل القضية التي آمن بها وناضلن من أجلها، وكبدن العدو خسائر فادحة، ونلن نصيبهن من السجن والتعذيب، واستشهد العديد منهن، وتركن بصمات واضحة خلال مسيرة الثورة الإريترية. والله لغة جديرة ذات بأن تقرأ وتنشر إلى مقاماتكم أيها الإخوة والأخوات. وأنا سعيد في هذه القناة المباركة، قناة سلام، أن نستعرض هذا الكتاب. وبالرغم من أن هناك الكثير من النساء اللاتي ساهمن في دعم مسيرة الثورة الإريترية وصولا إلى مرحلة الاستقلال، إلا أن اللقاءات التي جمعت ودونت في هذا الكتاب تقتصر على الرعيل الأول كما قلت، المناضلات الإريتريات. ومع ذلك ولأسباب متعددة، منها وفاة بعضهن رحمة الله عليهن، وصعوبة الاتصال، أو رفض أخريات إجراء لقاءات معهن، كثير طبعا يتمنعن، يعني حتى الرجال يتمنعوا أن يحكوا التاريخ أو غير ذلك، لم يغطي هذا التوثيق الجميع، ما حال دون إيراد قصصهن وتجاربهن النضالية المهمة ضمن هذا الكتاب. وإن كان العزاء في هذا السرد أنه شمل معظم الأسماء التي شاركت في البداية وكان لها دورا فعالا ونصيبا وافرا من النضال في سبيل استقلال إريتريا وحرية شعبها، ثمة تنويه مهم ينبغي إيراده هنا، تقول الكاتبة سهير جندفل، وهو أن تسلسل اللقاءات في هذا الكتاب تم حسب تاريخ اللقاء وليس للأفضلية أو أي تصور آخر. هو الناس ندلما دائما ليدي في البداية
وهو الراجل الإنسان اللي يبدي هذه الملاحظات. لو قلت له ماذا تعرف من وحدي وهو يعرف جيد، تعال تحدث، ربما لا يتحدث، ولكن لا يشكر أنه جاءه كتاب يشتريه أو يهدى إليه ويقرأ. فينبغي أن يأخذ هذه محاولات وجهد مقدر جدا يعني. وفي الختام تقول سهير آدم جندفل: ثمة تنويه مهم ينبغي نعم. وفي الختام أتقدم بالشكر لأمهات المناضلات اللاتي أتحن لي فرصة لقائهن والتحدث إليهن، وكن أكثر حرصا مني على تدوين تجاربهن حتى تستفيد منها الأجيال القادمة. وأخص بالشكر الشكر وأخص بالشكر المناضلة نسريت كرار. نسريت كرار طبعا أكثر وحدة من هؤلاء النسوة المناضلات تحدثت في وسائل إعلام مقروءة مسموعة، حتى أنا كان لي شرف الحديث معها. نسريت بعد التحرير لها التحية والسلام، الآن هي في السودان. التقيتها في مدينة نقفة، وفي مدينة نقفة تحديدا في الساحل يعني، وأيام بعد الاستفتاء بعد 93 في واحدة من المناسبات، وأجريت معها حديثا طبعا مطول يعني. وهي حقيقة عندما تتحدث إليك نسرين تتحدث عن يعني تاريخ، يعني للأسف الشديد قدمنا ذلك التاريخ على الهواء مباشرة، يعني في المسائل في الوسائل المسموعة وهكذا، ولكن لم ندون. ولكن حقيقة من تتحدث إليه نسرين يعني استمع إلى محاضرة وإلى إنسانة جسورة وطنية بكل المقاييس. أخص بالشكر المناضل لنسريت كرار التي رفدتني بمعظم الأسماء، يعني دعمتها يعني. ولكل من ساعدني ونصحني بتدوين هذه اللقاءات في كتاب حتى تحفظ من الضياع، والله نشكرك أنك أنت نشرت هذا التاريخ، وإلا ستضيع يعني في المجلات وما إلى ذلك. عسى تقول عسى أن يكون هذا التوثيق فاتحة خير لكتب عديدة تسجل بطولات النساء الإريتريات وتوثق تاريخهن النضالي المجيد. سهير آدم جندفل. والله يحييك. فقط هي لم تكتب التاريخ، لكن يبدو لي الطبعة الأولى، أنا أحاول أن أجد تاريخ. هو كتاب نعم 2024 الطبعة الأولى، يعني الكتاب جديد كما قلت. يعني الطبعة الأولى 2024 رغم الإيداع كذا عن دار النسيم للنشر والتوزيع. وذكرت عدد من الأسماء: المدير العام والإشراف الفني. شكرا لك. وطبعا هذا هو المفتتح. وأنا أقول لها جميل أنك ما فتشت واحد أو واحدة وتكتب لك التقديم وما إلى ذلك. أنا ما أشوف ذلك مهم كثير. يكفي أنه الإنسان بس يوثق لنا ويكتب. فإهداءها تقول إلى أمهاتي، تقول إلى أمهاتي من الرعيل الأول مشاعل أضأنا لنا طريق الحرية والانعتاق، زوجات الرعيل اللاتي لعبن دورا كبيرا في توفير الطعام وإيواء الجرحى وتخزين السلاح، زوجات المناضلين الشهداء والشهداء اللاتي قمن بدور الأب والأم معا، أخواتي وبناتي اللائي تعاهدن على السير في الطريق ومواصلة رسالة الأمهات، وإلى أول شهيدة في الثورة الإريترية المناضلة فاطمة جعفر، أهدي هذا الكتاب. كلام مقتضب، خير الكلام ما قل ودل. بعد ذلك تحدثت عن تاريخ إريتريا، يعني لأنه التاريخ ما أحكي عنه كثير، سوف أحييها فقط. وفي صفحة واحدة تحدثت عن إريتريا النبذة التاريخية: أين تقع وكيف عرفت إريتريا منذ العهد الإيطالي 1890 وحتى أن أصبحت، قالت: وقف الشعب الإريتري رجالا ونساء شيبا وشبابا خلف ثورته وساندها حتى تحقق النصر عام 91 وأصبحت إريتريا دولة حرة مستقلة. القسم الأول:
اللقاءات المباشرة. أيها السادة والسيدات، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونستعرض فيها كتاب صدر في العام الماضي، الشامخات، سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات، سهير آدم جندفل. لك التحية الأخت العزيزة سهير على هذا الكتاب، ونستعرضه تعميما للفائدة، وجزاك الله خيرا وإحسانا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل معكم هذا الكتاب الهام استعراضا وتعليقا عليه. ربما نأتي فنعلق في نهاية حلقاتنا التي ستأتيكم تباعا إن شاء الله من هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام الإعلامية. لحظات ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات في استعراض هذا الكتاب الهام الذي يتناول سيرة من الشامخات الإريتريات. أول من تحدثت عنهن سعدية محمد حامد، التي وصفتها بالشجاعة وسرعة البديهة، وهي عمتها شقيقة المناضل والدة آدم جندفل رحمة الله عليه. تقول هي شقيقة المناضل آدم جندفل، وقد أجريت هذا اللقاء معها في عام 2005، وأعيد نشره 2014 في واحدة من المراصد الإعلامية. وصفتها بأنها تتمتع بشخصية قوية وذهن متقد وبديهة حاضرة. هذه هي عمتها سعدية، اللي هي كما ذكرنا الاسم سعدية محمد حامد. سعدية محمد حامد هذه شقيقة المناضل آدم جندفل رحمة الله عليه. وهي من كانت خريطة مدينة أغردات غرب إريتريا وضواحيها مرسومة في ذهنها، تحفظها عن ظهر قلب وتصفها بدقة متناهية. هي من تلك المدينة، يعني مدينتنا، يعني أغردات، توصف بأنها وهران إريتريا، بدءا من أهم معالمها إلى أصغر شوارعها، ما سهل لها تتبع الثوار والعثور على معسكراتهم مهما اختفوا. تقول المناضلة سعدية محمد حامد إن والدها كان يعمل في مكتب البريد والبرق، وتنقل بين العديد من المدن، أغردات، كرن، أسمرة، عدقيح، قبل أن يلتحق بالعمل العسكري ويصبح جنديا في الجيش الإيطالي والدة. ونتيجة لطبيعة عمله أنجب أبناءه وبناته في مدن مختلفة. فكانت ولادة عمتنا سعدية في مدينة كرن وسط إريتريا 1932. ولدي 3 أشقاء هم سليمان وأحمد آدم جندفل ده أبو سهير، وأخت واحدة اسمها آمنة ولقبها عافيت. أما والدتي فهي السيدة فاطمة موسى أحمد، مسقط رأس أسرتي منطقة الشلاب بضواحي مدينة أغردات. وتزوجت من البيطري المعروف في المدينة إدريس عمر أحمد شيخ، ولدينا ولدان وبنت. طيب، كيف بدأت المناضلة سعدية محمد حامد؟ تقول سعدية ربما بسبب الخلفية العسكرية للأسرة، حيث كان عمي علي حامد ضابطا كبيرا في الجيش الإيطالي، وابتعث إلى روما في دورة عسكرية، وشارك في حروب الإيطاليين، وقلد أوسمة ونياشين. مع بداية الحرب العالمية الثانية استدعي جميع العاملين بالدولة بعد إيهامهم بضرورة الدفاع عن إريتريا، ومن ضمنهم والدي الذي قتل في كمين لقوات الاستطلاع.
فيما نقل شقيقي سليمان مع مفرزة أو مفرزة من الجنود إلى مصر، وشارك في معركة العالمين الشهيرة، وعاد بعدها إلى إريتريا عن طريق مصوع. أما شقيقي أحمد الذي كان جنديا في فرقة الهجانة وحرس الحدود فقد نقل فيما بعد إلى مديرية تسني وألحق بالبوليس الإريتري. بالنسبة لشقيقها الثالث آدم، اللي هو آدم جندفل أبو والد سهير، وأختي آمنة، فقد كانا صغيرين، وكنت أشعر بعد وفاة والدي بأني مسؤول عنهم بحكم أنني أكبرهم، وكنت أعتني بآدم أكثر لأنه كان كثير الحركة والتنقل. آدم جندفل حتى أصدقائه برضو يحكوا عنه أنه كان يعني سريع الحركة وكثير الحركة، لا يهدأ له بال، لأنه كان من يومه ثائر يعني. أذكر أنني كما تقول أخت سعدية قلقت عليه كثيرا بعد التحاقه بالجيش السوداني. في البداية مش الجيش، لكنني لم أتمكن من الذهاب إلى السودان للقائه لأنه أرسل إلى جنوب السودان، حيث كانت تدور حربا ضد حركة التمرد الأولى. كنت أعلم أن آدم شجاعا، ولكن خوفي عليه كان بسبب جرأته وعدم سكوته عن الظلم. كان يتصدى لأي محاولة للنيل منه أو من أصدقائه. وعندما سمعت بإصابته وإرساله من الجنوب إلى مدينة القضارف شرق السودان لتلقي العلاج، قررت السفر لرؤيته والاطمئنان عليه. وكانت هذه مغامرة مني، فأنا لا أعرف هذه المدينة ولم يسبق لي زيارتها، كما أنني أعلم بأنه لن يرحب بي وسيغضب مني، فقد كان دائما يقول لي لا تباريني، يعني ما تلاحقين يعني. وباريته بالسودان يعني لاحقته، وهي جاية من المباراة يعني، يعني كأنك قاعد تلاحقه تبارزه أو تتعقب مسيره يعني، وكلمة فصيحة يعني. قالت المناضلة سعدية: وصلت مدينة كسلة برفقة ابني وبنتي، وبعدين ركبت من كسلة القطار للقضارف، كان أيام القطارات. في سوق المدينة جلسنا بين ساعتين. تقول أنه يعني لم تتعرف، ما تعرف المدينة، فذهبت إلى السوق وبدأت تبحث عن الإريتريين حيث يتواجدون هناك. وقالت إنه وجدت إلى أن وجدت من يعرفه، يعرف شقيقة آدم. كان رجلا طيبا، أخذنا إلى بيته وطلب منا الانتظار حتى يذهب إلى معسكر الجيش ويخبر آدم بقدومنا، لأنه لا ينبغي لي أن أذهب هناك. بالفعل أحضر لنا شقيقي في منزله، وكان مصابا في ساقه، ومع اعتراضه على مجيئي وأنا في هذه الحالة ومعي الصغار. بعدها ومع انطلاق الثورة الإريترية كانت الظروف صعبة جدا، إذ بدأ العدو يضيق الخناق على المناضلين. لذلك وعقب التحاقي بالثورة كنت أتتبعه، أي آدم جندفل، أتتبعه حاملة معي بعض المواد الغذائية، قراصة، خبز، شاي، بن، سكر وما إلى ذلك. وتواصل حديثها فتقول إنه برضو دائما يقول لها ما تبارين يعني. كان يخاف علي ويردد دائما ماذا سيحدث لو كنت تحت المراقبة، يعني بعد أن التحق بالثورة يعني. إلى أن يعني في عنوان عملية هيكوت الفدائية، وهي من العمليات الفدائية الجسورة التي طبعا سنتحدث عنها ماذا قالت في الكتاب. لكن قبلها تقول: مع تزايد الاستفزازات ومضايقات الإثيوبيين بدأ يتحرك شيء في نفسي. هكذا تقول المناضلة سعدية: شعرت بأهمية ما يقومون به، الأمر الذي حفزني وشجعني على مواصلة عملي في إعداد الطعام وحمل كل ما يمكن حمله إلى الثوار، وكنت أزيد كمية المواد الغذائية بحسب إمكانياتي. يعني كانوا يجودون بما عندهم من أشياء قليلة جدا وشحيحة، قبل أن أفكر جديا في فعل شيء مختلف، حيث شرعت مراقبة تحركات العدو وإخبار الثوار بها عند إيصال الطعام إليهم. مش توصل الطعام، بقت يعني إعلامية يعني،
تخبر العدو يعني الثوار بمعلومات عن العدو. بدأت في العمل المباشر يعني، ثم انخرطت في العمل السري بتوزيع المنشورات. وكانت رفيقتي في هذه المهمة المناضلة زينب محمد موسى، لها التحية، حيث كنا نجتمع في بيتي ونرتب ونحدد ماذا سنفعل ومن أين نبدأ. والله التاريخ الإريتري معمد بالتضحيات الكبيرة يعني. كان بيتي آمنا بحكم عمل زوجي، ما أتاح لنا الخروج إلى أطراف مدينة أغرداد بشكل طبيعي وتسليم المنشورات أو التعليمات إلى الأشخاص المعنيين. تحدثت عن عملية هيكوتا، وأثناء عملية هيكوتا طبعا تقول من غرائب الصدف أن المناضلة آسيا موسى كانت أيضا ضمن ركاب الباص. هو أصلا العملية بتاعت هيكوتا تم تعطيل أتوبيس، أو خلونا نقراها. أثناء عملية هيكوتا لم أكن هناك في مهمة، كان وجودي فيها من باب الصدفة. فقد سمعت بمرض والدتي التي كانت تسكن مع أختي في مدينة كسلة شرق السودان، فقررت السفر للإطمئنان عليها، ولكني تأخرت عن ميعاد الباص وفاتتني الرحلة. ولحسن حظي صادف أن كانت هناك سيارة إسعاف تتبع لمركز البيطرة حيث يعمل زوجي في طريقها إلى مدينة تسنية غرب إريتريا على الحدود السودانية. فركبت معهم رفقة ابنتي وابن الصغيرين. وما أن بلغنا بلدة هيكوتا بالقرب من مدينة تسني، حتى اعترض طريقنا بعض الثوار وطلبوا منا النزول والانضمام إلى ركاب أحد الباصات السفرية. كان هو نفس الباص الذي فاتني، مع أنهم كانوا ملثمين، إلا أنني تعرفت على أخي آدم. تخيل أنت راكب الأتوبيس وثوار، واحد من الثوار وشقيقك يعني. وثوار كانوا يعترضوا الأتوبيسات لرسالة، طبعا مرات يأخذوا أشياء وهي كل رسالة للعدو وأعوانه. فآدم قندفل عارفة طبعا أخته، قالت فتجاهلني تماما. وكذلك فعلت حتى لا أكشف هويته، برضه هي تجاهلته. أجلسونا وأخذوا من الرجال بعض الملابس، العمائم والسديريات، كما أخذ أحدهم طاقية ابني. لابس كوفية، الطاقية الكوفية يعني ابني. ومن الطرائف اللاحقة أن ابني كان كلما تحدثنا عن عملية هيكوتا وقلنا له لقد كنت صغيرا لا تعرف شيئا، يرد علينا كفاية طاقيتي شارك. يقول لهم كفاية الطاقية شاركت في عملية هيكوتا يعني. هو صغير. شوف التاريخ عندما يدون جميل جدا يعني. ومن غرائب الصدف تقول أن المناضلة آسيا موسى عفوا كانت أيضا ضمن ركاب الباص. وبعد إتمام العملية سمعنا إطلاق نار، وعرفنا أن قائدهم قد جرح، فأصابني القلق على أخي ولم أدر ماذا أفعل. وما لبثت أن خطرت على بالي فكرة، فذهبت إلى المسؤول وقلت له هل قبضتم على هؤلاء الشفتة؟ لقد أرهبونا وأخافوا الصغار. طبعا داير تعمل تورية يعني. وقاعد تسأل المسؤول هو إثيوبيا أو متماهي مع إثيوبيا. فرد قائلا المسؤول لا، لقد هربوا كلهم حتى الجريح، ولكن سنعثر عليهم قريبا ونعدمهم كلهم. فقالت حمدت الله في سري على نجاة آدم ومجموعته فيما أكملنا نحن رحلتنا إلى السودان. دي عن عملية هيكوتا. في اتحاد المرأة الإريترية تحدثت أثناء وجودي في كسلة. التقيت المناضلة فاطمة محموداي بحكم القرابة، هي بنت عمتها لزم يعني. فأخبرتني عن تشكيل الخلية الأولى. شوف الخلية الأولى 63 مشكلة من هؤلاء النساء، وأنها انتخبت رئيس لاتحاد المرأة. وقدمت لي تنويرا عن مهامهن وأنشطتهن، وبدوري أخبرتها عن كل ما قمنا به من أنشطة وعن الوضع في الداخل. كما اتفقنا على ضرورة تشكيل خلية للاتحاد في مدينة أغرداد. كذلك قابلت بعض النساء في بيت أختي آمنة عافيت، مجموعة مرصودة هنا حتى في كما استعرضنا من قبل يعني. المهم
تقول: عدت بعدها إلى غرداد من كسل طبعا، وشكلنا خلية هناك في مدينة غرداد، وقسمنا النساء إلى مجموعات، وكنا نطلق على المجموعة الواحدة مصطلح تشكيل. هذه يعني كود، يعني تشكيل، بحيث يؤدي أي تشكيل ما يكلف به من مهام، ثم تلتقي جميع التشكيلات في اجتماع عام. وكان معي في نفس التشكيل المناضلتين زينب محمد موسى وفاطمة. تتحدث عن أهمية ما قدمته النساء الإريتريات. طبعا يعني هو ميزة هذا الكتاب إنه مختصر وموجز يعني عن كل مناضلة. تقول: صحيح أن العبء الأكبر وقع على الرجال. والله هذه شهادة أنا، لكن أقول طبعا كان تلتين من الرجال، لكن ذلك الثلثين ما كان له أن يصمد لولا صمود الثلث الأول يعني. ولكن في مثل هذه الحالات تقول: يصبح أي دعم مهما كان بسيطا ذا فائدة عظيمة. نعم. كما أن طبيعة المرحلة نفسها أفردت للنساء مساحات واسعة للتحرك، فقد كان العدو يرسل العيون والجواسيس ويراقب المداخل والمخارج مركزا على الرجال، حيث لم تكن النساء وقتها في حساباته. فقد كادت أو يعتبرن وفقا لوجهة نظره المختلفة محض أشياء بلا قيمة. يعني كان يظن هكذا، وخيرا ظن هكذا، ولا يمكن أن يشكلن خطرا عليه، بل كان يقلل من شأن الثوار أنفسهم، وينظر إليهم كمجموعة صغيرة متمردة. بغض النظر عن الأسباب، فقد استغلت النساء هذه النظرة وشرعن في تنفيذ مهامهن بحيل بسيطة وماكرة، مثل وضع الرسائل في أفواههن، تخيل يعني، أو تصفيف شعورهن ضفائرا ووضعها بين طياتهن المنشورات، أو إخفاء قطع السلاح الصغيرة في جوالات الدقيق أو العجين. وأذكر أن المناضلة رمان صالح وزميلاتها خبأن قنابل في سلة، أي جفة مليئة بثمار الدوم العكات يعني، وتمكنا من العبور بها أمام رجال الأمن. ورمان الوقت ذاك صغيرة نحييها طبعا، حيث مقرها اليوم بين الصين ودولة أخرى يعني. وتمكنا من العبور بها أمام رجال الأمن. قنابل يمكن أن تنفجر بالاحتكاك ذاته، والمدينة سخنة وستسوق غردات. أما أنا فقد كانت مهمتي حينها أن أستلم الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة وأحفظها في ثلاجة الأدوية البيطرية بتاع زوجها حين يحين موعد تسليمها، أو حتى يحين. وغير ذلك من الحيل التي برعت المناضلات الإريتريات في ابتكارهن. كان بيتي آمنا، فأصبح ملجأ للمرضى والمصابين والعابرين من وإلى السودان، رغم استقرار عائلتي في كسلا السودانية. إلا أنني فضلت البقاء بجانب زوجي، ولم أغادر أغرداد إلا بعد ارتكاب العدو جريمة إبادة جماعية فيها عام 1975، اللي هي يوم الأحد الأسود، المعروفة بسنبات سلام بالنسبة للغة أهلنا التجرة والتجرين يعني. توفيت المناضلة سعدية محمد حامد عام 2010 في مدينة بور سودان شرق السودان، لها الرحمة والمغفرة. انظر كيف اختصرت هذه الصحفية سهير قندفن مشكورة سيرة هذه المناضلة الجسورة، وقدمت لنا مشهدا من مشاهد الكفاح المسلح للنساء الإريتريات الشامخات. وهذه سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات. رحمة الله عليك، وفي جنات الخلد والنعيم إن شاء الله، المناضلة سعدية محمد حامد. أيها السادة والسيدات، نسريد كرار، تلك المرأة الجسورة، يعني هي أكثر المتحدثات في هذا الكتاب. نخرج فاصل ونعود بعد قليل إن شاء الله لنكمل أو لنبدأ تاريخ نسريد كرار، القوة والثقة. طبعا نكمل هذه الحلقة رقم 168 من قناة سلام.
الإعلامية المباركة. فابقوا معنا مشكورين أيها السادة والسيدات. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشكرك الشكر الذي تستحقه على أننا نطيل عبر هذه القناة المباركة لمشاهدينا الكرام لنسجل هذه الحلقة ونقرأ مما كتبته الأستاذة سهير آدم جندفل عن الشامخات الإريتريات المناضلات الثائرات في بدايات العمل الثوري. نسريت كرار طبعا هي يعني تاريخ كبير. سجل اللقاء كما تقول أختنا سهير عام 2016، والمناضلة نسريت تعتبر من أقوى المناضلات. لم يتمكن الزمن من ثنيها عن الإيمان بالقضية الإريترية، ولا صرفها عن النضال من أجل تحقيق الغاية والأمل في تحرير الوطن. حقيقة كما تحدثت عنها في المدخل، أنا التقيتها عام 2000، ما 2000 والله، ربما 95 96 كانت بذلك النضار وتلك القوة. وشوف إنه 2016 وتصفها أختنا سهير بأنها يعني الزمن لم يثنها. وهذه صورة نسريت كرار الشامخة البطلة، لها التحية. طبعا هسه كبرت وتحتاج إلى عون ومساعدة. أتمنى لك الصحة والعافية أختنا وأمنا وقائدتنا نسريت. يعني تقول فما زالت متمسكة بمبادئها ومدافعة عن آرائها ووفية لزميلاتها. قدمت الكثير ولم تحظى إلا بالقليل. والله القليل ما لقت تزاد. نسريت دي بتاريخ الذي قدمته للثورة وللوطن، لو في أي بلد آخر كان 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 يعني مؤسسات وجامعات بأسمائهن وشوارع، وكذلك استوديوهات للتسجيل وإعلام، وحتى كليات عسكرية بأسمائهن. يعني هؤلاء خلودنا في التاريخ. ولدت السيدة المناضلة نسريت في بلدة سبر في منطقة بركة العال، أعالي نهر بركة، عام 1949، حيث كان والدها كرار سمرة مزارعا، أما والدتها حليمة آدم عليهما الرحمة والمغفرة فقد كانت ربة منزل كشأن معظم النساء في ذلك الوقت. تقول نسريت كرار: نحن 4 إخوان و3 أخوات، ولا أتذكر وفاة والدي، أما حين توفيت والدتي فقد كان عمري 8 سنوات. بعد وفاة الوالدة تستطرد نسريت فتقول: انتقلت للعيش مع بنت خالتي، وكان زوجها عسكريا في نفس الوقت ملتزما مع جبهة التحرير الإريترية، وكان يجلب معه المنشورات المطلوب منه توزيعها إلى البيت. وفي ذلك الوقت كانت وسائل الإعلام في كثير من الدول مهتمة بتناول القضايا التحررية في العالم، خصوصا القضية الجزائرية ودور المرأة فيها. وكنت أستمع باهتمام إلى قصص المناضلات الجزائريات، وبالتحديد جميلة بوحيرد. وأذكر أيضا أن بعض النساء اللاتي كن عضوات سريات في جبهة التحرير الإريترية مثل جمع موسى بابور وست الحامد بري، وكن يعملن بالتجارة الحدودية، كانت توكل إليهن مهمة إيصال المعلومات من السودان إلى الداخل الإريتري والعكس. شوف جسارة المرأة الإريترية كيف.
والوقت ذاك امبراطور هايل سلاسي يعني، حيث كانت هذه المعلومات تكتب كمذكرات صغيرة لتسلم إلى أشخاص محددين. أما نحن تقول فلم نكن نعلم بذلك، وكنا نعتبرهن مجرد تاجرات بين كسلى والمدن الإريترية. ومع المتابعة وازدياد الوعي قررنا أن نخطو خطوة إلى الأمام، فاجتمعنا في منزل الشهيد عمر إزاز، أحد الأبطال لجيش التحرير الإريتري، له الرحمة والمغفرة، ولآل إزاز المتواجدين على امتداد العالم التحية والاحترام والتقدير، وللرعيل الكل يعني. فبتقول فاجتمعنا في منزل الشهيد عمر إزاز بمدينة كسلة، وشكلنا أول خلية للمرأة عام 1963 شهر 6 يوم 8، وكان عددنا 7. أول خلية تشكلت 63. المجموعة: المناضلة فاطمة محموداي، المناضلة جمع موسى بابور، المناضلة ست الحامد بري، المناضلة خديجة نور تكروراي، المناضلة آمنة بخيت علي حدوة، المناضلة عائشة عثمان، والمناضلة نسريت كرار. المناضلة عثمان دي إريتريا من أصل سوداني، لكنها من مدينة كرم. وقد أدينا جميعهن القسم باستثنائي لصغر سني. نسريت دي كانت أصغر واحدة فيهم، لكن المجموعة أدينا القسم. وانتخبنا المناضلة فاطمة محموداي رئيسة، وشغلت منصب نائبتها. بعدها شرعنا. شوف بالله، الخلايا دي فيها ذات ديمقراطية، وفيها عمل إن كنتم ثلاثا فأمروا أحدكم يعني. وقد ساعدنا في ذلك 3 من القادة، وهم الشهداء آدم جندفل، طاهر سالم، عمر إزاز. شوف هؤلاء المناضلات التقوا بقادة كبار يعني، آدم جندفل وطاهر سالم وعمر إزاز رحمة الله عليهم جميعا، وقدموا لنا نصائح مفيدة وبعض كلمات التشجيع. القائد آدم جندفل قال: نحن نتمول من المرأة في الريف الخلا يعني، وصيتي لكن العمل بجدية وحفظ السر. هذه أول وصية للقائد، اداهم الشفرة الوطنية الكبيرة. أما طاهر سالم رحمة الله عليه وعلى جندفل كذلك، قال: يجب أن تتحلى وتتحلين بالقوة والتحمل والصبر. يعني الشغل اللي داخلين عليه ما شغل بتاعت النساء أو فتيات مثلا مرتاحات كده يعني. الشغل ده فيه يتحمل الصبر، وفيه يعني قاعد يدوهم جرعات إنه يعني حتواجهوا تحديات يعني. أما القائد عمر إزاز فقال لهن: يقاس تطور المرأة، عفوا، يقاس تطور الدولة والثورة بمشاركة المرأة، بمستوى مشاركة المرأة يعني. كلام عميق ذات دلالة سياسية ووطنية من قائد محترم جسور عمر إزاز رحمة الله عليه وعلى الجميع. تتحدث بعد ذلك عن طبيعة المهام التي كانت في توزيع المنشورات وجمع الاشتراكات. وكان يعني هي تدي تفاصيل عن المهام. بالنسبة للمناضلة فاطمة محموداي كانت مسؤولة عن منطقتين: خشم القربة وحلف الجديدة، ده في السودان. المناضلتين جمع موسى وست البره مسؤولتان عن الداخل الإريتري. أما المناضلة نسريت كرار كانت مسؤولة عن مدينة كسلة بشرق السودان. كانت الخلايا الأولى تسمى توتيل، أو الخلية الأولى. ما هم قسمنا مجموعات لمجموعة خلايا. الأولى، الخلية الأولى تسمى توتيل، والخلية الثانية تسمى التاكا. طبعا دي جبال في مدينة كسلة، توتيل والتاكا ومكرام يعني. كان مندوب جبهة التحرير يسلمنا النشرة الإعلامية لنقراها ونطلع على الأوضاع في الجبهة، ويستلم منا الاشتراكات، وكنا نخرج ليلا لتوزيع المنشورات في مدينة كسلة. وإثيوبيا الوقت ذاك فاتح عيونها من الجواسيس والمتعاونين معها.
لاحقا تقول نسريت: أبدينا رغبة ملحة للالتحاق بالعمل الثوري المسلح في الميدان، ولكن القيادة رفضت بحجة أن الثوار في حالة كر وفر، بالإضافة إلى عدم توفر السلاح، وأن علينا في الوقت الحالي العمل من أماكننا. لكن عام 67 تم تأطير جميع النساء في المدن السودانية. على سبيل المثال في مدينة القضارف شرق السودان كانت المناضلة مدينة آدم، وكانت تعمل فراشة في المستشفى تقوم بتوزيع المنشورات رفقة خديجة آدم وحليمة محمود، وكنا مثابرات ومجتهدات في العمل يتبرعن للثورة بالمال والذهب، فأصبح فرع القضارف من أكثر الفروع نشاطا. وفي بورسودان كنا من يقومن بالمهام المناضلتين: زهرة وفاطمة زوجة إبراهيم خليفة. تتحدث عن خلايا الداخل نسرين، تقول في إفادتها: كما ذكرت كانت المناضلتان ست العلي وجمع بابور مسؤولتان عن العمل بالداخل، حيث تمكنت ستل من تنظيم بعض النساء في مدينة كرن وسط إريتريا. شكلت من هنا لاحقا خلية أطلقت عليها اسم الغالية، التي ضمت شابات وربات بيوت أذكر منهن، ونسريت طبعا ذاكرتها كانت حية ولا تزال: آسيا موسى، فاطمة سعيد لحتات، وزينب محمود. واسم الخلية حقهم الغالية. كانت رئيسة الخلية آسيا موسى، ووالدها كان يعمل قاضيا، وزوجها كان مفتش التعليم في مدينة كرن الأستاذ سعد الدين محمد. أسماء معروفة في التاريخ. وقد كانت هذه الخلية نشطة جدا إلى حد أنها استطاعت تجنيد زوجة المسؤول العسكري في مدينة كرن، واسمها سعدية، قبل أن تتوسع ليبلغ عدد عضوات الخلية في كرن 25 امرأة. كنا نستلم اشتراكاتهن بإيصال واحد باسم الغالية. ده بالنسبة لمدينة كرن. في مدينة أغرداد، أما خلية مدينة أغرداد غرب إريتريا فقد تكونت من جمع حامد عبد الله، ستة صالح، زينب محمد موسى، جمع أكتة، زهرة أحمد يعقوب، وفاطمة أدال وأخريات. كان العمل موزعا بينهن، فقد تم ربط كل من ستة وجمع مع الفدائيين، تلتقيان بهم في خور ياجي. ياجي ده فرع من بركة يعني. تأخذان منهن القنابل وتضعانها في سلة بين ثمار الدوم إلى مدينة أغرداد، حيث تسلمان السلة إلى المناضلة زهرة أحمد يعقوب، لأن بيتها آمنا، حيث كان يعمل زوجها خليفة محمد حامد في البوليس. كما تعطيانها التعليمات والإشارات، الإشارة المتفق عليها وكيفية وطريقة تسليم الذخيرة. يعني من برا، من تدخل إلى بيت البوليس وثم توزع لأعمال فدائية، ومرات برضو تطلع إلى الميدان. ومع غروب الشمس تخرج زهرة محملة بالقنابل إلى الاتجاه المتفق عليه، لتلتقي الفدائيين المتنكرين على هيئات بائعي اللبن عليه بحالب. كانوا يقولوا كده يعني: يا أخي شايل له كم رتل حليب وبتاع عليه بحالب، وهو زول جسور مقاتل يعني. والله ونحن أطفال صغار في مدينة غرداد، طبعا الطور سراويت اللي هم الجيش العسكري كان يستهدف هؤلاء باعة الحليب لعلمه بأعمالهم وفي وحدين أبرياء كانوا يروحوا فيها يعني. أنا شاهدنا كثير يعني ينادي بتاعة الحليب يعني، فيقول له يفتشوا بتاع ويكب منه الحليب، يعني يكب منه في الأرض يعني. هيك هو الكلام المعروف بتاعة الإثيوبيين ده. هذا تاريخ أيها السادة والسيدات. حيث كان يعمل زوجها خليفة كما قلت يعني. المهم على هيئات بائع الحليب، فيجري بينهن الحوار التالي. تسأل، شوف الحوار الذي يتم بين الماسكة القنابل وطالعة وتدي هذه القنابل للثوار. تسأل: هل اللبن صافي أم مخلوط؟ طبعا بكلام بالتجري يعني تجريد: لبن بقر ولا لبن إبل؟ فإن أجاب صافي تتركه، أما إذا قال طبعا صافي، شوف إذا أضاف
طبعا صافي، فهذا يعني أنه غضب من اتهامها بالغش، فينخرط معها في مشاجرة كلامية عشان يكون في مبرر للحديث بينهما. صافي صافي، طبعا صافي، فتغضب، يغضب من اتهامها بالغش. وهذه هي كلمة السر، أي كلمة السر الانفعال ثم الهدنة، وعندها تسلمه الأمانة. يعني كده كلامه كده بتاعه تسلمه الأمانة، خطط. أما فاطمة أدال فقد كانت تعمل في مركز صحي الدكتورة ماريا المخصص في التوليد والأطفال، فتدربت هناك. فاطمة أدال دي يعني كانت معروفة بفاطمة حكيمة يعني، إذا واعتقد هي يعني نحن أطفال كانت تقوم بتوليد النساء. أمهاتنا ورفيقات الأمهات رحمة الله عليهن كلن كن يلدن على تحت يد فاطمة أدال، أي فاطمة حكيمة كانت معروفة، فاطمة الحكيمة يعني. فتدربت فاطمة بعد خروج الدكتورة ماريا، واكتسبت خبرة جيدة في مجال الطب. وعند وفاة ماريا صار المركز ملكا لها. فاطمة حكيمة كانت اتجاه قريب من حلة 50، المناطق المحاذية تحت الجبل كده، حلة جبر وحلة حبش وقزاقوبو في المنطقة ديك يعني، بعد منطقة دنداي لمن يعرفهم ذات. ف وعند وفاة ماريا صار المركز ملكا لها، فكانت تطلع بمهمة توفير الأدوية البسيطة والشاش والقطن والحقن الإبر، وتسلمها إلى حلقة التوصيل مع التزامها بدفع اشتراكها كاملا. والله ما كنا نعلم أنه فاطمة حكيمة دي مناضلة جسورة يعني بهذا الشكل. رابطة المرأة الإريترية شهد عام 69 ميلاد رابطة المرأة الإريترية. نحن سنتوقف عند سيرة المناضلة الجسورة نسريت كرار، لها السلام والتحية. ميلاد رابطة المرأة الإريترية كان طبعا في العاصمة المصرية القاهرة. من عضواتها آمنة ملكين لها السلام معنا هنا في أستراليا، عمارة زوجة إبراهيم سلطان، زهرة جابر لها التحية في أسمرة، خديجة حامد لجاج، وحروك انتيباي سمر العول. تواصل نسريت فتقول: وبفضل نشاط هذه المجموعة تم توفير منح لدراسة التمريض بالعراق، فسافرت أنا برفقة جمعة علي، رحمة صالح، مريم ملكين، وفاطمة صالح، رحمة أحمد، ورقية، وستة، وفاطمة حسين، وستنا سعد، فاطمة، عمر، وأخريات، بالإضافة إلى أبناء بنات الشهداء مثل صفية عمر إزاز لها التحية معنا هنا في أستراليا، وبتدريس، وأبناء علي أحمد. شاركنا في المؤتمر الأول لجبهة التحرير الإريترية من جهاز الخدمات الصحية أنا وأخريات مثل آمنة ملكين وزهرة جابر وزوجة الشهيد الزعيم الوطني إبراهيم سلطان. في عام 72 عندما قررت الجبهة إنشاء المنظمات الجماهيرية، تم انتخاب آمنة ملكين عضوا بالقيادة، ثم تكونت اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر المرأة، حيث انتخبنا آمنة ملكين رئيسة، زهرة جابر مسؤولة العلاقات الخارجية، فاطمة أحمد سلمون عضو بالقيادة. وتتحدث كذلك في مايو انعقد المؤتمر، مايو 1976 انعقد المؤتمر الثاني للمرأة الإريترية، وكانت هي عضو في لجنة التحضير. بعد ذلك تتحدث نسريت عن إنجازات المرأة في تلك الفترة، وعن المواقف الخطرة التي تعرضت لها نسريت كرار. من المواقف الخطرة تقول من المواقف التي تعرضت لها المناضلات الإريتريات، تقول نسريت: تعرضنا للكثير منها على امتداد سنوات النضال، بعضهن حالفهن الحظ، وأخريات وقعن في الأسر فسجنا وعذبنا. أذكر من تلك المواقف التاريخية موقف جمع بابور. بالمناسبة اسم جمع وجمع، جمع طبعا للرجل بكسر الجيم، وجمع بفتح الجيم للمرأة، ولا بد أن تكون حذر
وهكذا يعني. فما ممكن تقول لواحد إذا اسمه جمع تقول له جمع طوالي أنثت يعني. وهذه عند الأعراب كثيرة، حتى في الجزيرة العربية موجودة يعني كثير من الأسماء. وأذكر هنا على سبيل الطرفة أو من المواقف، وخلينا نحكيها في نهاية الحلقة عشان ما نخرج من سيرة المناضلة الجسورة نسرين كرار. تقول كانت تقوم اللي هي عمتنا جمع بابور، كانت تقوم وتسافر إلى مناطق مختلفة لتسليم الرسائل والمنشورات، مثل مدينتي أسمرة وقندع وغيرها في المرتفعات يعني. وقد تعرضت ذات مرة للاعتقال بينما هي في طريقها لتوصيل رسالة إلى مكان ما، فما كان منها إلا أن بلعت الرسالة. بالله شوف الجسارة دي، ومكتوب فيها بالحبر، ومعناه هذه سموم يعني. وكان من بلغ عنها السلطات رجل من أصول يمنية يمتلك استوديو للتصوير الفوتوغرافي، ولحسن حظها تم القبض عليها عام 75 تعرفت عليه. موقف آسيا موسى في هيكوتا وهي على متن البص المتجه من أغردات إلى تسني، فقد كانت أول من رأى الفدائيين الذين نفذوا عملية هيكوتا الشهيرة، فقامت على الفور بفعل رائع، حركة جميلة، حيث أهدت آه، قلة ما لأحد الفدائيين، ما يعني نحن معكم يعني. وبعد العملية جاء القائد آدم جندفل وسأل عنها، فعرف أنها رئيسة خلية الغالية، فشرح موقفها وأثنى على شجاعتها. قالت له نحن معكم. تعرضت المناضلتان ستل وجمع بابور لموقف صعب، فبعد أن سلمتا السلاح للثوار وفي طريق عودتهما فاجأهما سيل جارف من المياه المندفعة بقوة، حيث تمكن الستل من النجاة بسرعة، فيما جرف السيل جمع لولا أن قيض الله لها فرع شجرة تشبثت به إلى أن قامت رفيقتها بسحبها. موقف زودي باشاي. تم تجنيد زودي باشاي بداية انطلاق الثورة، عندما شرعت القنصلية الإثيوبية بمدينة كسل السودانية بمحاصرة الإريتريين، حيث تم زرعها بتوجيه من جبهة التحرير داخل القنصلية، وكلفت بجمع المعلومات ومتابعة أنشطة القنصلية الإثيوبية. يعني الثورة كسل دي كانت هي الحصن المنيع يعني للثوار، ولذلك الإثيوبيين مدينة كسلة دي نشاط القنصلية كان أكثر من نشاط السفارة في الخرطوم. لذلك كانت تعمل اللي هي زودي باشاي بشكل مستقل عن خلايا الجبهة. وقد رفضت زودي يعني دعمت، رفضت راء فاء دال تاء الثوار بالكثير من المعلومات التي دعمت النضال الإريتري قبل أن يكشف أمرها، وتطالبها القنصلية بالمغادرة على الفور إلى إثيوبيا. حينها كان سفير إثيوبيا لدى الخرطوم شخص إريتري الأصل يدعى صالح حنيت، وقد لعب دورا سلبيا تجاه القضية الإريترية. طلب من زودي باشاي مغادرة كسل إلى إثيوبيا، ربما توطئة لمحاكمتها هناك، لكنها تمكنت من الإفلات بالهروب إلى مدينة عطبرة شمال السودان. مدينة عطبرة السودانية تسمى مدينة الحديد والنار يعني، هكذا تعرف في السودان عطبرة. وزرت هذه المدينة ونحن في سنة ثالثة جامعة. الرحلة العلمية التي تقال من مقرك تختار منطقة، الدفعة اختارت أن نذهب إلى مدينة عطبرة عبر القطار بور السودان من الخرطوم إلى عطبرة. كانت مناسبة طيبة يعني، حيث يصعب الوصول إليها. طبعا زودي دي مشت إلى عطبر شمال السودان على الحدود المصرية يعني.
لاحقا تم اكتشاف الجاسوس الإريتري الذي أوشى بها لدى القنصلية الإثيوبية، وتمت تصفيته بواسطة جبهة التحرير الإريترية. بعد ديك ما قالت بعد زودي، بعد ما وصلت عطبرة مشت وين. في الأخير تقول نسريت كرار في إفادتها: أول النساء اللاتي حملن السلاح هن جمعة عمر ورحمة صالح، وشاركتا في معركة تجرن قبل أن تتم إعادتهما إلى كسلة شرق السودان. هذا الكتاب فيه معلومات في غاية الأهمية، بحجة أن الأوضاع الراهنة في ميدان القتال لا تتحمل وجود النساء. أما أول فدائية إريتريا هي سعدية تسفو، حيث كلفت عام 1967 بتتبع شخص اسمه أبو نوريت، كان قد سلم نفسه للحكومة الإثيوبية. فتمكنت، وسعدية تسفو توفيت قريب رحمة الله عليها، فتمكنت من التعرف عليه وخداعه حتى أوقعته في حبها، وشيئا فشيئا حتى استدرجته إلى مكان متفق عليه بعد أن طمأنته أن المكان آمن ولا يوجد به ثوار. فتمكنت من سرقة سلاحي والتسلل خلسة مع وصول مجموعة من مجموعة المتابعة التي اغتالت الجاسوس. يعني قادته ونزعت سلاحه. شوف البطولة دي. التاريخ الإريتري لم يحكى عنه، لكن والله فيه جسارة. استدرجت المناضلة رمان صالح الجاسوس أب أحمد. أختنا كاتباه أبو همد، لكن هو اسمه أب أحمد. وأب أحمد ده شفناه رجلا أنيقا لبيس، ورجل مدرب تدريب كوماندر، يعني دربته إثيوبيا يقال إنه في كوبا وغير ذلك. أب أحمد ده كان رجل أنيق لبيس، من الجبهة سلم ودخل مدينة أبو رداد، ولكن لم يقم باعتقال أشخاص وما إلى ذلك، بس كان مهمته يقوم بتدريب الجيش الإثيوبي في مدينة أبو رداد. وكان رجلا متوسط القامة، شعره ناعم سبيبي، ولونه يميل إلى الكحل، يميل إلى السواد قليل، ولكنه ناعم، يعني وسيم، يعني وسيم الطلع، يعني بهي ولبيس، يعني عنيق، إذا لبس جلابية جميلة وإذا لبس بنطال وهكذا يعني. فيقول لك أبو أحمد ده، وكان رجل مسالم. والله نحن نلعب في المدينة، يمر جنبنا كده سلام أبو أحمد وكده. نحن أطفال الوقت ذاك، عمر 8 9 10 كده. هذا في السبعينات طبعا، 74 تحديدا. فاستدرجت المناضلة رمان صالح الجاسوس أب أحمد عندما أخرجته برفقتها من مدينة أغردات باتجاه مدينة كرن، حيث كان الثوار يضعون كمينا محكما له في الطريق بالتنسيق مع المناضلة داخل المدينة طبعا. فما أن رأتهم حتى انفصلت عنه بسرعة، وتمت تصفية ذلك المقاتل، يعني أب أحمد، بنجاح يعني. تستدرك المناضلة نسريت كرار قائلة: شخصيا تعرضت في عام 65 لمحاولة دهس بسيارة القنصل الإثيوبي في كسلة بالقرب من جنينة السيد علي المرغني، عندما كنت في مهمة نسائية، حيث ظهرت فجأة سيارة القنصل في الشارع الضيق الذي كنت أسير عليه مسرعة نحوي، لكنني تمكنت من النجاة بما يشبه المعجزة عندما وجدت جزءا من سور الجنين المزرعة منهار، فتسللت عبره إلى داخلها، وأخرجت للقنصل وسائقه لساني بالطريقة المعروفة نكاية بهما. مرر القنصل، يعني برضه هو رد بطريقة في وتوعدها، وقال له إنه سيقتلها يوما ما، ولكنها عايشة حتى اليوم. القنصل ربما يكون فارق الدنيا يعني. موقف آخر سنختم به الحديث تعرضت له بمدينة القضارف شرق السودان، حيث تم اعتقالي واقتيادي إلى مكتب الأمن إثر مشادة بيني وبين إحدى عضوات الخلية، إريتريا من أم سودانية. فأوشت بي إلى أحد أفراد المباحث، فأحضر مجموعة من الأمن، هجموا علي واعتقلوني واقتادوني
إلى مكاتبهم، لكن تم الإفراج عني بعد تدخل من بعض الأخوة. أيضا كدت أن أقع في كمين نصبه لي شخص اسمه إكس، يعني بالتعاون مع السلطات الأمنية في كسلة، حيث ظل يترصدني إثر خلاف بيني وبينه وصل حد الاشتباك بالأيدي. النسرين دي قوية بالمناسبة. وكدت أن أقع في الفخ بينما كنت في طريقي إلى اجتماع في حي حل الجديد، لكني تمكنت من الإفلات في آخر لحظة. كما تم إبلاغ السلطات السودانية عني من جهة ما لا أعلمها بأنني عضو في جبهة التحرير، حيث كنت وقتها أمتلك معهدا للخياطة بحي ديم النور بالقضارف. تستطرد طبعا السودان، كان يتقلب يعني، مرة مع الثوار، مرة مع هيدا السلاسي، وهكذا. تستطرد نسريت كرار قائلة: أما أهم موقف مر بي فهو أنني كنت أعرف أول شهيدة في الثورة الإريترية، وهي فاطمة جعفر من سكان بلدة هيكوتا من بنات عد شيخ، وكانت تدرس في الخلاوة وعمرها ما بين 19 20 سنة. كانت ترسل من قرية إلى أخرى لتوصيل المعلومات، وكانت تتحجج بجمع حطب الوقود. بالله شوف عمر 19 20. إلا أن الإثيوبيين وضعوها تحت الرقابة وكشفوا أمرها، وتم اغتيالها عام 64 لها الرحمة والمغفرة. فكانت الشهيدة الأولى في الثورة الإريترية، اللي هي عزيزي المشاهد آه، فاطمة جعفر. فاطمة جعفر لها الرحمة. وهذا ما أكدته المناضلان، أو أكده المناضلان آدم قندفل وعمر إزاز. لكن في إحدى مؤتمرات الجبهة حدث خلاف عندما أردنا أن نطلق اسم فاطمة جعفر على يوم المرأة الإريترية باعتبارها أول شهيدة. اعترض المؤتمرون وأصروا على إطلاق اسم ألم مسفن بحجة استشهادها في معركة، وهذا ما اعترضت وتحفظت عليه. لاحقا التقيت بعم الشهيدة فاطمة جعفر من سكان هيكوتا، فأخبرني أن المناضل آدم قندفل يعرف هذه الحادثة لأنه كان موجودا في هذه المنطقة، وأن ما قاله صحيح، أي أول شهيدة للثورة الإريترية من النساء هي جعفر، فاطمة جعفر. فاطمة جعفر لها الرحمة والمغفرة. أيها السادة والسيدات، سأتوقف هنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، ونكمل هذا الكتاب الهام. ربما نأتي إلى تلخيصات منه، لكن لأهمية هذا الكتاب ولأنه ربما لا يقع في أيدي القراء، أنا سأحاول أن أفرد له جملة من الحلقات. ربما نسير عليه بشكل مختلف حتى يعني نكمل هذا الكتاب في حلقتين أو ثلاث بحوله تعالى. أيها السادة والسيدات، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، الحلقة 168 بحمده تعالى، واستعرضنا لكم الجزء الأول من كتاب الشامخات، سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات، سهير آدم قندفل. ممتاز جدا، يعني ما عملته بدون تعريف. شامخات، كان ممكن تقول شامخات، لكن قالت الشامخات للتعريف. وحييك على هذا الإنجاز الجميل الهام، وفي نفس الوقت النادر حقيقة. يعني كتاب بحجم صغير، يعني عدد صفحاته لا تتعدى 121 صفحة، ولكنه مليء بالمعلومات والذخيرة المعرفية وبالتاريخ الذي يشرف المرأة الإريترية والرجل الإريتري والإنسان الإريتري. أيها السادة والسيدات، آمل أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. حتى ذلكم الحين، تحياتي محدثكم معد ومقدم هذا البرنامج أحمد شريف، وتحيات الزملاء الفنيين الذين يخرجون لكم هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه، فلهم الشكر وجزاهم الله خيرا وإحسانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.